السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة أكل وتحلاية مع أم وليد. اليوم إن شاء الله رح نعمل بتيفور طيب جدا اسمه بتيفور سواريه. إن شاء الله رح يعجبكم وينال استحسانكم. لا تنسونا من الاشتراك ومن اللايك وتفعيل الجرس. رح نبلش معاكم بالمقادير وطريقة العمل. بسم الله وعلى بركة الله. في وعاء عميق مخصوص للخفق وللعجن راح أوضع فيه نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة أو ما يعادل 125 غرام. بجيب فوقهم كمان بيضة كاملة برضو بدرجة حرارة الغرفة. بحط كل المقادير فوق بعضها. عندي هون 6 معالق من الزيت النباتي كمان بضيفهم أو ما يعادل 50 غرام. وعندي هون نصف كوب من السكر البودرة برضو بضيفه فوق الخليط. وعندي كمان هون زبدة البندق، بتقدر تدليها بزبدة الفول السوداني أو بزبدة اللوتس، أي شيء أنت بتحبيه بيزبط. استخدمت هون معلقتين، وطبعا كالعادة الكل رح يكون إن شاء الله كل المقادير بصندوق الوصف. وعندي هون أيضا معلقة صغيرة من الفانيلا سواء كانت سائلة أو كانت بودرة، الموجود أو المتاح عندك. بحط معلقة صغيرة ونبلش الخلط. ممكن تعمليها بالخلاط، ممكن تعمليها على ايدك، بس بتاخد وقت طويل، ولكن انا استخدمتها بخفاقة الكيك. بخلطهم حتى انها تصير متجانسة، كله بيختلط في بعضه زي ما هو موضح بالفيديو. الآن اختلط الخليط كلياته في بعضه زي ما انتم شايفين. بدي أكمل باقي المقادير. عندي هون نصف كوب من نشا الذرة بحطه أو ما يعادل 60 غرام تقريبا أو أكثر، إشي بسيط. وعندي كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر برضه بحطها فوق الخليط وبحرك حتى يختلط عندي النشا والبيكنج باودر مع المعجونة اللي عندي. لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. بعد ما اختلط عندي النشا مظبوط مع البيكنج باودر مع مقاديرنا السابقة، عندي هون طحين متعدد الاستعمالات نخلته بدون كمية محددة حتى تلم عندي فقط العجينة. حطيت تقريبا أول كوب بداية وبعجنه حتى تختلط تماما أو يختفي عندي الطحين. استخدمت أنا السباتولا بس بالإيد بيكون أريح وأسهل العجين. تركتها واستخدمت العجين وبخلط الطحين حتى يختفي عندي، وبرجع بزيد كمية ثانية وبضلني على هاي الحال حتى تبطل تلتصق العجينة بإيدي، يعني تتماسك العجينة 100 وتبطل تلتصق بالإيد نهائيا. هون حسيت بدها إضافة بضيفها بدون أي مقدار محدد. هيك صارت عندي طرية ما بتلتصق بالإيد، وإذا كورتها بتكور. بتركها بصحن نظيف حتى ترتاح مدة 10 دقائق مش أكثر. بعد 10 دقائق بكورهم وبحطهم على صينية عليها ورق زبدة. وطبعا أنا شغلت الفرن على درجة حرارة 180 وببلش تكوير بالحجم اللي أنا بناسبني، كبير صغير أو إذا بتحبي توزنيه زي ما أنت بدك. كورت الكمية وعملت عندي 23 قطعة، وأنا هون طبعا كنت عاملة مقدارين زي ما أنتم شايفين. بعدين في أي أداة بدي أعمل ثقب في المنتصف أو ممكن في إصبع الإيد. رح تلاحظوا انه في هون شوية تشققات، اشي طبيعي جدا وما بهمني، المهم عندي انه الطعم، وانا رح اغلفها بالشوكولاتة. ممكن تخفف اشي بسيط من مقدار الطحين حتى يخفف من التشققات، ولكن رح تكون التشققات اكيد موجودة. هيك انتهت عندي كل الكمية ورح ادخلها الفرن على الرف الاوسط وبتركها حتى تستوي.
هون أنا عندي توفة عادية حطيت عليها أقل من ربع كوب من الكريمة وبدخلها الميكروويف حتى أذوبها. طبعا هي طلعت عندي لونين، بلون الشوكولاتة واللون العسلي، ولو كانت عسلي فقط لها غير بكون أفضل وببين لونها. عبيتها بكيس حلواني، وهون بعد هيك أنا طلعت البيتي فور من الفرن وببلش أحط بالفتحات أو بالثقوب اللي إحنا عملناها التوفة. كانت عندي سخنة شوي ورخوة شوي، فبصعوبة لما أنا عرفت أتحكم فيها. هون عندي أنا عبيت كل الكمية وبتركها 10 دقائق حتى إنها تجمد معي الكراميل. بعدين أنا هون دوبت شوكولاتة برضو بالميكروويف، حطيت عليها 5 معالق من الزيت، أي نوع شوكولاتة أنتوا بتفضلوه أو بتحبوه، وببلش أغلف فيها. على الوجه هون أنا حطيت فستق حلبي، بتقدري تحطي أي إشي بدك إياه، جوز هند، بندق، أو شوكولاتة كمان تعمليها خيوط على وجهها، اللي أنت بتفضليه اللي أنت بتحبيه، هذا ما هو إلا زينة، طبعا اختياري. غلفت كل الكمية وتركت الشوكولاتة لما جمدت عليها. الصحيح أنا كنت مستعجلة وما كان عندي وقت كثير حتى أخلي الشوكولاتة تجمد، فأخدتها وهي لساتها طرية، وكانت النتيجة زي ما أنتم شايفين. الله يطعم كل مشتهي، وما أحكي لكم عن لذاذتها وعن طعمها، فعلا الطعم خرافي، ولا أطيب من هيك، وصحتين وعوافي.